هو احنا لما ننجح في البرنامج هنعمل كده؟ يا حسن يا عيوني يا يلا 1 2 اكشن. استوديو الاثنين. اعتقد الناس اللي ورا دي انجح مننا لما بداوا فيديوهاتهم في وقتهم وصوروها في نفس الوقت. بالذات شبيه مبابي صراحه. بس احنا اتفقنا ان احنا نبتدي الاثنين يوم الاثنين. ايوه بدانا يوم الاثنين بدانا ايه؟ البرنامج. تصوير. اه هتنزل انت ما تعرفش. ما تعرفش. اوكي احب صراحة. انزل الجمعه أيوة. الصبح. هنعمل ايه؟ ما تشرحوا برنامج. بص انا والله العظيم ما عارف مش عارف اي حاجه. حاسس ان وعد والله ما عارف. حاسس واقعيه جدا. هو برنامج انت وحسن. بس احنا هنرياكت. بص هو استوديو احنا هنهزر هزارنا العادي. وفي فيديوهات. في فيديوهات هنبص عليها وربك بقى ربك عايز الراجل ده يتشهر واحنا معاه هيتشهر. طب يلا خلاص نبتدي. حاسس بس بالراحه على الناس. لا انا ما بحبش اسلوبك لا وطريقه تعاملك مع الناس. معلش عشان خاطر انا والله خلاص عشان خاطر انا. عيب والله. استنى يا عم، اهلا بيكم في استوديو الاثنين. أيوة. وحلقه جديده من استوديو الاثنين، حلقه اولى من استوديو الاثنين. بناء على طلب الجماهير الحمد لله وصلنا للمرحله دي. حسن ومجدي استوديو الاثنين. يلا بينا. يلا بينا. لا بتاع فرج. يلا بينا. عايز ماتش حسن ومجدي. هنعمل فيديو رياكت عادي جدا. نتفرج. الانترنت بقى عالم غريب مليء بالقذرات. بالظبط. بس احنا مش هنقول حاجه، مش هنقول انها قذرات. البلاستيك ده لازم مش نخلص هنقول منه. ريسايكل القرف ده. بالظبط. فهنخش بالظبط. نتفرج على بالظبط. الفيديوهات دي ونحللها معاكم. فانتوا هتبعتوا لنا الفيديوهات اللي انتوا عايزين تحللوها واحنا نحلل لكم. بالظبط. صح. احنا هنحلل الناس. هو المعمل هنا. خليه معمل كان الاثنين. اسمه معمل كان التحاليل. معمل الاثنين. والله العظيم معمل الاثنين والله. اصل احنا يا جماعه استنوا صح استعجلنا والله العظيم. ما فكرناش كتير طب والله. برنامج جه بسرعه جه فجاه، بس لما قعدنا مع بعض في فكره حلوه. اهلا بيكم في معمل الاثنين. خلاص سمي الفقره دي معمل الاثنين. معمل الاثنين. اعتقد معمل البرج اتسمى كده. بقول لك ايه، احنا في برج. ده برج نعمل تحليل. معمل البرج. معمل البرج. ايه ده؟ هو الفيديو اسمها تيم المعادي هابتس. ما طبعا معادي هابتس. هم ليه ما كتبوهاش عادات تيم المعادي؟ يعني ليه خلوا الهابتس انجلش؟ عشان احنا بنتكلم كده في المعادي. لايك يو نو. اي جت ات. هي بقى. فاكر لما كنت مع غدا واحده نيجيريه جايه بتقول لي عديني من الكلام، قلت لها دوجز هير از فيري فاني فانك. دوجز. انا بقول لمجدي في مره انا هحكي احنا دول اخواتنا. دول اخوات. ماشي خلاص هم عارفوا كل بقول حاجه. لمجدي في مره بيقول لي وانا بقول لك ايه بقى يا اسطى وانا بتكلم كده عن نفسي، اقول بقى ان انا بقى عندي بقى تعديت العلاقه اللي فاتت دي وخلاص. اقول لا، قلت له لا يعني ما تكذبش، انت ما تعديتهاش. فاقول انا بس لسه عندي سكار من العلاقه. قال لي يا اسطى مش سكار ده ابو سيمبا. الهابتس. انا عايز اعرف بقى معادي. هم دول ايه اصلا؟ دول سبيرمز ولا دول كائنات؟ ده اللي بيحصل جوه الحقن المجهري. دول الحاجات اللي عايشه جوه دقن عبد العاطي. انت عايزه ايه مني؟ هو انا عايزه التليفون. ايوه انت بتتكلم كده انا ليه؟ مخضوض جدا. انت كام زي عبده. هي بعدين اصلا دي لو جت ثبتتك في الشارع هديها الحاجه. ايوه اديها الحاجه وروح للدكتور تخاطب. روح للدكتور تخاطب. انت عايزه مين؟ انت مين انت؟ شكلك مجرد. هي ليه بتطلع الموس كده؟ يعني ليه كشاف؟ هي ليه في واحده بتراب واحده بتغني عادي؟ بجد يعني فاهم؟ هات التليفون. انت يا عم انت هات التليفون ده كده. اوعى دي عصابه. دي عصابه. دي عصابه سبيرمز. كلهم متلعثمين. بيرسي متلعثمين. بس ده ايه ده ايه؟ التليفون ده كده يا عم. يلا اطلع البيت. يلا اطلع البيت. يلا يا عم على البيت. ما ينفعش نتنمر عليه. هو انا عايز اعرف بس حاجه ثانيه. هو في المعادي بتثبتوا ما عندناش الناس دي في المعادي. دي مش المعادي اولا. دي مش المعادي. مش معادي. دي هابتس بس مش معادي. دي هابتس عاديه. دي هابتس عاديه. هو احنا لما ننجح في البرنامج هنعمل كده؟ يا حسن يا عيوني عارف لو كل ده يخلص لو هزيت دقن عبد العاطي. لو هرشت له كده بدقن هينزل. يا حسن يا ماجي. يا حسن يا ماجي. هي عايزه اعرف حاجه. هي ليه لما بتخش عمليه سرقه بتحط حاجه في بقها بتخبي بقها بس؟ كل حاجه باينه. شفايفك دي هي اللي بتضغط في المعادي ازاي؟ هو ايه اللي نجيب التليفون ده؟ مش فاهمه يعني. هات التليفون.
التليفون هات التليفون شريفون. هات التليفون هات التليفون عشان انا كده هي حراميه لو قالت لي كده مش هفهم. كده انا خدت كاركتر هات التليفون. مالك في ايه؟ هات التليفون. انت عطشانه؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ انا التليفون مين يعني بس كده مين يعني؟ اسمي كده بس الاول. امي بقى في ثانويه عامه بتقول لي هات التليفون برضه. عشان اقعد انت ما اذاكر بتذاكرش. هات هات التليفون. التليفون هات التليفون هات التليفون. واول ما تنجح انت امك في الصاله مجدي يا ماما مجدي يا ماما يا مجدي. يا لوجي ايه ده هم اي حد بيسرقوا بيرقصوا معاه؟ العصابه الراقصه. غني معايا غني يا لوجي. طب انت اسمك ايه اصلا؟ قولي حنين. لوجي استنى مش عارف اغني معاكي وانا اقول لك يا ده حسن وهو مجدي بعرف اغني معاكي. هات التليفون. انت حراميه مثلا؟ مثلا حراميه مثلا حراميه مثلا. يعني هات التليفون وحط البتاع في بقي ومش حراميه. اسمك ايه؟ سلمى. ايه القصه؟ لا خلاص لا خلاص لا خلاص. ليه؟ ليه؟ لان احنا بنكبر وهم لا. احنا بنعجز في الفيديو ده. لا مش هنعرف نهايته. طب عايز اعرف نهايته عايز اعرف بس نهايته ايه بس معلش هات ماشي نهايته انت كده عندك حق. اجري اجري كل اجري هات ده نهايته. وبيرقصوا مع بعض بقى. هيقول لك لابسه ده. يا ستي لبسي ايه دلوقتي؟ ما مطقمه معاك في ايه؟ يلا روح على بيت. يلا اطلعي فوق. اصحابي دول. انت فهمت البلوتايه دي بقى؟ سرقت صاحبتي طلعت لا بتقول اي حاجه بتقول اي حاجه قريبه من البلوت. بس انت عايز بلوت طلعت ان هي سرقت اخته. هات لها هات التليفون هات التليفون ورقص يا معاه. نهار أبيض. هات التليفون. التليفون ايه يا بابا في ايه؟ بابا واحد صغير كده مليان سرق الموبايل بتاعي، خده مني بالعافيه وجري. انا بحب قوي دي في المشاهد المصريه. لا ايوه انا هكدب. انا مضطر استاذن قصدك ايه يا سعاده البي خدت التليفون. قصدك ايه يا سعادة؟ مين اللي عمل كده؟ وهاتي لي الموبايل يا بنتي، ده ايفون 12 برو ماكس دافع فيه دم قلب. ده انا هو ليه بيتكلم عنه ان الدمعه روح يا حبيبتي يلا روح. ايدي بقى حسني. ازاي يسرق ابويا يعني؟ حسني. يا سو بيحتفلوا. مش عايز اعرف يعني نعرف النهايه. تعالى في النهايه نعرف. الاذان لو ما اذنش هم في الحبس مش هكمل. حاضر يا بنتي مش همشي لوحدي. جابت التليفون ولا في البيت ابويا. فين؟ اهي متوقعه جدا. متوقعه. نهايه متوقعه. نهايه دي نهايه طبيعه بيسموها هابي اندنج. ايوه صح. الراجل اللي بيقلد عبد الحليم ما ده اسمه اعرفوش. حليمو. اسمه تعبيس كيك اتقدم يا حليمو يا شاوشي يا حليمو يا شاوشي. واحد كاتب كومنت العندليب الاجرب. لا للتنمر. العندليب الاجرب. ممكن يبقى خليجي قصده الاقرب لقلبي. ما هو بيغنيش. هو بيغنيش والله. هو بيقول مزيكا بس. شبيه مزيكا حليم. طب هو حليم بتاع مزيكا على فكره. الفرقه اللي في شعره طريق كوبري كوبري تاني. صوته عرقان. عمري اشوف صوت عرقان. انا بلقط على فكره اي حاجه بتفرج عليها بجربها دي مشكله المقابر واللي منها يا عم. على فكره مبسوط. انا على فكره كيفت. فاكر زمان انا عندي مشكله اصلا في الحوار ده. وانا برضو من زمان الصراحه بتعلق بحاجات وسخه قوي. انا مش عايزه يقفل والله ما عايزه يقفل. احنا كنا عايزين نقعد مع بعض. هي دي النهاردة. لوب ولا انا اتجننت؟ انا حاسس انه ممكن يقعد يعمل كده يوم كامل فاتح لايف وبيعمل كده. هو على فكره بيعمل كده بجد. ده محتوى. انا عظمه اللحن بقى خد من دي كتير. انا عظمه اللحن. الله. فاكر الابيض واسود عامه كالوان. ابتديت احس ان انا جالي عمى. انا ما بقتش بشوف الوان. مش فاكر الابيض واسود الصراحه. عملت له حاجه بس يالا بس الناس نايمه يالا.
الليركس فلو اي حاجه. فرنساوي راب فرنساوي. بص يا اسطى كنت عايز اعرف حاجه بس يا حسن، هو اي حاجه بتنتج او بتتصور، يعني انا لما جيت ننتج البرنامج ده كلمنا مدحت وكيمياء ايوه وعبده والناس دي مش عارف ايه وبتاع، عندنا فكره عايزين نقدمها. ده قال للمنتج ايه؟ عندي فكره حوار، عندي فكره حوار وصاحبه من ورا المنتج بقى استنى. هنا في جوف الارض العلم بتظهر في اكتر من بلد، وتحديدا في اماكن الغابات او الاماكن اللي فيها ثقوب بتظهر فيها دي الكائن. خرام يعني. اماكن فيها ثقوب، انا شفت حاجه زي كده في عين شمس. سيده محترمه فاضله هي اللي صورته. تحلف بالله ان انت شفته بعينك. تحلف بالله يا راجل يا ملحد. حلف انا شفت صور الناس بقول لك كلموني المنطقه احنا لقينا كذا كذا. كائن جوفي. الو انا دكتور محمد في كائن جوفي. انا في عين شمس مش عارف اقعد يا عم، مشيني من هنا، الناس هنا بتعاملني معامله الصرصار. الراجل افريقي عمال يقول لي انا هموت نفسي بحط القطره دي انا ولا هموت. بص انا مش هزر عشان ناوي لما بطل ستاند اب اعمل فيديو زي ده. هو انت لما تيجي تقدم لواحده هتقول لابوها شغال ايه؟ بص يا حبيب قلبي انا مش شغال اندومي بس، انا شغال اندومي وشاي وقهوه وكوبيليتس وعناب وينسون ايه؟ وبعون الله. عايز سكر كام؟ سكرك ايه؟ الراجل بيطلب، ما انت بترد عليه. بتاع شاي وقهوه ماشي، انما اندومي بس لا عيب طبعا. احنا بنرياكت على الرياكت. احنا عم انسبشن هنرياكت على الرياكت جوه رياكت، فحد يجي يرياكت على الرياكت بتاع الرياكت. ابعت وادي الموجي داخلين في هات لي مال الاثنين دول خالد حسام وكماتشو. هي الاغنيه معبره اصلا. فين الخناقة بقى؟ اضرب فين هو لسه مفيش اتنين ضربوا بعض، في سلاح كتير قوي. سلاح كتير فشخ يا اسطى. في واد بدا الخناقه، الواد اللي بدا الخناقه في الاول ابو ابيض اللي في النص ده ما بيعملش حاجه يا اسطى، هو ما بيعملش حاجه، وانا متاكد لو بقول يا عم انت وهو ده صوته يا عم انت يا جدعان. بقول لك ايه احنا نقفل الصوت خالص وانت طلع صوته من اول الخناقه. يا جماعه محمد بقول لك يا محمد عيب ياما روحي ياما عيب ما انا واقف ياما. ومين اللي فوق العربيه ده كمان؟ مش تخش ترياكت تدي واحده ولا ايه؟ بس سبتني ليه هنا؟ بحب حاجه حلوه قوي بتضحك. انت رميتني. ايوه انا الواد هيجي رياكت عليا. واحد بيعمل بربوزل هات بربوزل. عبده كاتب بربوزل. انا هبتدي رياكت على الكونتنت بتاعك. والله رياكت على عبده. كاتب فيه بربوزل في شركه ان شاء الله ناويه تنجح وتكبر المحتوى بتاعها وتجيب كلاس ايه. بربوزل. احنا عايزين كلاس ايه بقى؟ عايزين نعلي التارجت. هات لي البربوزل. اكتب لي البروبوزلز اللي عندك كلها وابعتها. ايه ده؟ ده بربوزل فعلا عنده عقل. هات التليفون. اخر فيديو. ده اخر فيديو خلاص. تمام. عشان عبده بس، عشان خاطر عبده. قال لي احنا بعتنا الدبابات وبعتنا صواريخ. طب ايه الحل طيب؟ بتتكلم زي عبده. معاك كام لا شوف بس اللي بعته صواريخ ده واحد بيكلم ابن عمه ده ولا ايه ده، ولا ده اخوه في النص رضاعه ولا ما رضعش للاخر. هو ابو محمود فوتك والامر وبيقول لك ولعها يا ابو فياض، ولعها ابو الطيارات. خلي بالك يا حسن. ارجع ورا. بيرش. لا يا عم لا خش بقى. هو الفيديو ده الهزار ده يا الفيديو ده عم. 3 دي. حسن في حاجات فين؟ ده لسه معاه لسه ذخيره. ذخيره وهميه. بيضرب مين كده؟ اللي جنبه ده مصدقه انا عايز واحد زيه. هو ماتوا اكيد. حول ولا قوه. ماتوا والله خلاص. طبعا احنا كده جبنا الحاجات الناجحه في الاول. دي الفيديوهات اللي ناجحه جدا على دي النت. الموديل نجحت. دي الناس اللي عندها فولورز اللي ربنا يكرمنا نبقى زيهم. احنا مش هناك يعني، لسه احنا برنامج فاشل فبنحاول نبقى. بقول لك حك في المتصيد تتصيد، بس احنا كنا بنحك في حاجات تانية. ايوه احنا حكينا غلط. فدي الفيديوهات اللي انتوا بعتوها لنا دلوقتي. الفقره الثانيه مش عارفين اسمها لسه هنطلع دلوقتي. نطلع باسمها.
بس هي دي الاسئله اللي انتوا بعتوها لنا والمشاكل بتاعتكم اللي هي هنساعدكم فيها. اللي هي كلها قايمه عن الفشل. تخيل واحد فاشل بيساعد واحد فاشل، بقت الاثنين بيرياكتوا على ناس فاشله فعايز حل. يبقى هي خلاص الفقره اسمها باين ايه؟ عيان في ميت. الفقره بتاعتنا دي متغيره النهارده، اسمها عيان بينصح ميت. عيان بينصح ميت. صح جدا، حلوه جدا، صح جدا. ما هو انا ده في حياتك وانت ده في حياتي. ايوه بالظبط. اول حد بعت لنا بيقول انا قعدت ادور على شغل 5 سنين كماركتير وبترفض بكل الطرق. المهم ان في الفتره دي اهلي كانوا ضدي تماما وضد اني استنى الكارير كل ده كان رغاي قوي. ما كان يتكلم مع اهله والكلام ده ويخلص. ما كان يقول لابويا يا بابا لا هنساعد الناس يا مجدي. ماشي ساعد الناس يا انا قعدت ادور على شغل 5 سنين كماركتير. حل بقى يجي له في الربع ساعه دول. حل يجي دلوقتي وبترفض بكل الطرق. المهم ان الفتره دي اهلي كانوا ضدي تماما. ده رغاي جدا فعلا. ايوه انا حسيت في نفس الحته. ماركتير وضد الناس. ماركتير اصلا اول حاجه بقول لك كاتت شورت. ماركتنج كاتت شورت. نزلت الشغل واثبتت نفسي وحسيت بانتصار كبير قوي. المهم ان بعد 3 شهور ليا بظبط في الشركه، الحمد لله الشركه قفلت. 3 شهور بالظبط، الحمد لله الشركه قفلت. يعني هو بيدور على شغل بقاله 5 سنين. ولما نزل شغل عمل انترفيو. في اول فتره الانترفيو دي خدت قد ايه؟ 3 يعني شهور شهرين 3 شهور تمام. وبعد 3 شهور الشركه قفلت. فهو يعني قعد توتال بتاع 6 سنين عشان 3 شهور. 6 سنين عشان يبعت مسج زي دي. حاسس ان ده مفيش حاجه ممكن تساعده في الدنيا. صراحه اصلا بدات ان انا اخاف انصحه. اصل هتوديه بقى. لا بس ده بالعكس، ما تخافش تنصحه لان هو هيروح فين اضحك من كده. انصحه بقى. انصحه والله. اجري وعافر واسعى. حاجات دول والله. طب جرب تعمله من الصبح على الريق. والله العظيم اجري وعافر واسعى. هو في حد بيعملهم اصلا؟ لا بعد كتير قوي الصراحه. كتير محتاج اول حاجه بتعمله الصبح ايه؟ بصحى بخش اغسل وشي بنزل ده انت. لكن صلاح ابو المجد اجري وعافر. مش كده صاحب المجد بيصحى صح اجري عافر اسعى. طب ده ننصح نقول لي ايه؟ غير كارير بقى ولا ايه؟ ممكن هو كان يبعت لنا بريف طيب عن مشكله. شكرا ميرسي والله. بس خلاص والله حلو. بس لو عرفت تبعت بريف عن مشكلتك ممكن تشتغل معانا. بس بريف يشتغل معانا كماركتير. بس بريف. هو بريف اللي انت بعته ده. ما كنت انا مش لاقي شغل. عواطف ما مصر وانا مش لاقي شغل. فين خلاص تعالى اشتغل في انترتين ترين مع الواد عبد. ابعت لنا بروبوزل. هتنبسط جدا والله مع الواد عبد. ماشي اللي بعده. انا مدمن حشيش. هو بقى لما ساب الشغل. انا مدمن حشيش وتحديت نفسي من 3 سنين اني بعد 3 سنين 6 سنين منطقي. هو الواد الاولاني. هو الواد الاولاني صح والله. هو الواد الاولاني. بعد 3 سنين هبقى بطلت حشيش وجهزت شقتي واشتريت عربيه والجو ده. ايه يا ابني؟ ايه ده؟ التارجت ابن الكلب الجزمه صعب قوي. ده انت خيالي جدا. ده انت فعلا محشش. فات 4 سنين وبقيت مدمن حشيش وبرشم وبعت الشقه. هو كاتب بعت الشقه غلط. هو تقريبا الترامادول ضرب وبعت الشقه. الراجل سحبها منه. حاسس ان انت محتاج نصيحتنا في ايه؟ سكور منين؟ بطل حشيش وبرشام. بطل حشيش. بطل اللي انت بتعمله ده. بطل خرا. بطل خرا وقرف. ما تبعتلناش. والله ايوه. وارجع الشقه اللي انت بعدت عنها دي. بس ارجع لشقتك ومراتك وعربيتك الوهميه. ارجع لهم ما تسيبش الناس دي. يلا اللي بعد. انا كنت مهندس كهرباء شاطر جدا. اخوك يا مجدي. ده انا مهندس كهرباء. انا اللي بعت لك. انا كنت مهندس كهرباء شاطر جدا وباخد مرتب محترم. بس كان عندي اولا انت كداب. مفيش مهندس كهرباء بياخد مرتب محترم. انا عارف عشان صاحبي. بس ده انا بضحك على ناس. كهرباء شاطر جدا وباخد مرتب محترم. بس كان عندي هوايات تانية زي التمثيل والمسرح والفن. ده انت يا مجدي. بس انا بعت مشكلتي امتى؟ انت محشش مع الواد الاولاني. ايه المشاكل دي؟ ايوه فن عامه يعني. احكي لي بس انا هيحصل لي ايه؟ عرفني هيحصل لي ايه؟ بس بقرا لك الكف. بقرا لك الفنجان كده. شوف اسمه ايه. فكنت مش مبسوط في هندسه. ده والله انت يعني. ماشي لحد هنا تمام. لا نفس الحياه لحد دلوقتي. اساله صاحب ولا لا. المهم خدت قرار في يوم اني هجري ورا حلمي. والله انت. انا بجري ورا ايوه والله. وهعمل شيفت كارير واشتغل في اي اشتغل شغلانه وحشه. شركه اعلانات اهو. ده انت اهو. نجحت ولا لسه؟ اخلص. ده انا يا احمد. ده انا يا عم اخلص. ده مستقبلي يا احمد. وقعدت ادور على شغل كتير جدا ولسه بدور. لو حد عنده شغل يا ريت يبعت لي يا جماعه. يعني انا فشلت ولا نجحت ولا انا عملت ايه في حياتي يا هو تهلي في النص. ما هو
مش فاهم حاجه. اصل هو اشتغل، يعني هو قال لك انا خدت قرار وعملت شيفت كارير واشتغلت في شركه اعلانات وعملت ده فعلا، وقعدت ادور على شغل كتير جدا. يعني انت عملت ده وقعدت في البيت ولا هو عمل ده وما نجح؟ لا ما نجحش. اساله شوفوا بقى العيال. عيل مقرف، عيل مقرف، اساله انت بقى يا عم. ابعت لنا البريبيزل على البيج بتاعتهم وهم هيشغلوك مع عبده برضه. عبده هيبقى التيم بتاعه قد كده. افشخهم انجليزي. في واحد عندنا في المنطقه كل لما يشوفني يفضل يخوفني بالكلب، فالموضوع ده ضايقني جدا. قلت انا هجيب كلب انا كمان. هو شكله الواد شكله ما بيعرفش يربي كلاب، اللي بيتكلم ان انا حاسس كده يعني. انزل بيه والكلاب تتعامل مع بعض بقى. رجعني الكلاب واقفه، الرجاله تتخانق. انا من العيال دي. هاي عندك اللي هو خلاص مع بعض. يا برو اعمل ايه يا برو. يا برو اعمل ايه يا برو. جبت كلب فعلا واكتشفت ان انا والكلب بتاعي بنخاف من الكلاب. بقول لك ايه يا برو، عايزين نمشي عشان الدنيا دي بقى. كلاب بهون. ده انت لما يجيب كلب تاني شوف لك كلب. شوف لك كلب. حاسس يعني لازم الصراحه. انا من المرج. ممكن تروح تساعد الراجل اللي لسه بعت لنا مسج. الشباب في المرج بتاكل الكلاب عادي. انا من المرج وارتبطت ببنت من مدينتي. هو ده بقى ده طاجن عكاوي بالسوشي. وكنت مفهمها اني من الزيتون. شفت يا حبيبي الامله؟ شفت بيجي يكتب عليها طلع فين؟ من الزيتون. بيكتب الزيتون عادي. انا اصلا وانت بتقولها لها دي يعني قلت لك انا من مدينتي. انت تقول لها ايه؟ انا لقيت نفسي هو منين اصلا؟ من المرج. من المرج. طلع 3 محطات بس. هو خد الوصله. قال لك اخش للمدينه، اقرب جوه المدينه. بس انا نضيف والله قاعدين مخللين فيها. بحيث المنطقه تبقى افضل شويه. ايه اللي حصل له؟ ما انا هستنى اهو. وانا كنت بحبها وقلت هعمل ايه عشان اتجوزها. اول ديت رحنا مطعم بيعمل اكل فرنساوي. انت كداب قوي يا اسطى. انت ليه بتعمل في نفسك كده يا اسطى؟ وانا اصلا الاكل المصري ما اكلتش نص. يا حبيبي لحمه عندهم لحمه. هنا اسمها لحمه. يا حبيبي انا عايز اعرف نهايه قصته دي جدا. المهم الحساب كان 2000 ونص وده مرتبي في الشهر. عملت اني داخل الحمام وعملت لها بلوك ومشيت. لا اتصرف والله العظيم برافو والله. حركات بتاعت المرجع. حركات بتاعت المرجع قوي. بس مش بتاعت زيتون حتى، ده فعلا حركات المرجع. انت اخطر ديت نزلت وكان دفعت كام بامانه؟ تقريبا مش عايز اقول. لا قول يا عم قول يا عم. قول يا عم قول. تقريبا 4.5 مثلا. كلتوا حد؟ وهي البنت كانت تستاهل 4000 ونص؟ كل الناس تستاهل. كل كمان دبلوماسيه جدا عشان بيزعل. تن هو انت اغلى ديت نزلته بكام؟ عايز اجابه انت اللي هي 4 جنيه ونص والحاجات دي. عايز الهزار ده صح؟ ايوه حدد الهزار اللي انت عايزه. ايوه الهزار ده. لا قول. دفعت بتاع 2000 ونص بس مش عارف انا اكلت ايه. دايما في المطاعم دي ايوه الاكل بيقل كده. اللي هو بتبقى مفيش بركه في المرج خالص. انا في مطعم كده اسمه مش لازم نقول اسمه، بس هو مطعم نظيف يعني، مكان نظيف يعني. كان المفروض فيه بتاع اللي هي بتاعت الشوكولاته دي اللي هي الشوكليت فاونتن دي اللي بتبقى. اكلته ايه يا اخو؟ ايه هتبتدي تتعمل. مره امي عمل لواحد. ايه يا جماعه؟ يا نهار ابيض يا جماعه. عمل لواحده جارتنا ما بتحبهاش. الدجال ادالها ازازه ميه وقال لها ترشها على الباب بيتها. هو ليه يا اسطى ده؟ ايه اللي حصل ده بقى؟ ليه دايما السحر كده؟ ما اعرفش والله العظيم. ولو السحر بقى عايز تكشفه تحط ملح على الميه او تنط من فوق الميه ما تدوس عليها. فهبل كده بقى الجن اللي تحت يا اولاد الكازمه قفشني عرف ان انا نايم في الميه. لا وده كنت هخليه قاعد مكتئب سنين. اللقطه دي بقى تمام. جارتنا دي كانت مسافره. امي طلعت تشوف ايه الكلام وداست على العمل. يعني انقلب العمل على العامل. هي دي اللي بنسمعها. هي دي الحكمه هنا من القصه دي. وداست على العمل ولبسته. ايه ده؟ امها لبست العمل. حسب عليها يعني هتدفعه هي ولا خلاص. ولبسته هي وقعدت 4 سنين بتحاول تفكه عشان الدجال اللي كان عامله لها كان مات. انا فرحان في امك يعني. بصراحه انا خايف اقول كده بس امك تستاهل. اصلا هي لو راح للدجال هيقول لها ايه بقى؟ يعني الدجال هيحل معاك ازاي انت غبيه؟ ما اعرفش بس احنا مش ممكن تستاهل. مش هتساعد صح.
في ايه؟ خلاص هنساعد ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص خلاص يا خلاص. طب ايه اختم يا حسن. الحلقه فاشله اصلا، فانا حاسس ان احنا الحلقه فاشله واحنا ما ساعدناش حد واتريقنا على الفيديوهات. الفقره اللي احنا قعدنا نسال فيها الناس دي يعني قولوا لنا انتوا قولوا لنا انتوا نسميها ايه. اعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وقولوا لنا في الكومنتس ايه الفقره اللي عجبتكم اكتر. هاتوا لنا بقى فيديوهات والاسئله وايه تاني عايزين ممكن تكلمونا. ده حقيقي. لو اي حد عنده اي حاجه عايز ياخد راينا فيها، عايز يتكلم معانا، عايز يحكي لنا عن قصه، مش عارف ليه ممكن تعمل كده بعد الحلقه دي. بس صراحه دي حاجه متخلفه جدا الصراحه، بس ما تستاهل في ساعتها تكلمنا. انت اتبسطت النهارده؟ انا شخصيا انبسطت، دي اهم حاجه عندي. اتبسطت. انا راجل اناني. لا انا راجل اناني. اتبسطت برضو واتمنى انهم يكونوا اتبسطوا. انت ليه قلبت مذيع كوره؟ انا انبسطت برضه. انبسطوا معانا بس. ودي كانت اول حلقه من كونكت الاثنين. كونكت الاثنين. انت دلوقتي عملت كونكت الاثنين. باي باي يا جماعه. باي باي يا جماعه، شكرا انبسطنا قوي. يلا باي باي.